بدأت أخاف من ليلى نفسها. أوقات كنت أشوفها قاعدة في الضلمة، وشها كله جروح، عينيها كلها سودة، ولما نادي عليها فجأة تبقى طبيعية وتبتسم ابتسامة باردة. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة قصة جديدة، قصة بين السماء والأرض، تأليف محمد نصر. في الدنيا دي مفيش حاجة أنقى من الحب الصافي، الحب اللي بيجي من غير مصلحة ولا حسابات، مشاعر حقيقية بتطلع من القلب وتوصل للقلب. بس ساعات لما تلاقي الحب ده تلاقي الدنيا كلها قامت عليك، تلاقي خوف، تلاقي مواقف مرعبة، تلاقي حاجات غريبة بتحاول تبعدك عن اللي بتحبه، كأن القدر نفسه بيمتحنك. هو حبكم ده حقيقي ولا وهم؟ واللي لازم نعرفه إن الحب الصادق مهما تعرض لظلام أو خوف أو حتى رعب هو الوحيد اللي يقدر يفضل واقف، لأن اللي طالع من القلب عمره ما يضيع. أنا آدم، شغال مندوب مبيعات لشركة كبيرة ومشهورة. شغلي محتاج إني أسافر معظم الوقت، وأنا عامة بحب السفر وخصوصا بالليل. وفي يوم كنت تعبان ومكسل أسافر بالعربية، وقررت إني أسافر بالقطر. القطر كان ماشي في سكة ضلمة، والهوا بيصفر بين العربيات. قاعد لوحدي والدنيا هادية، عينيا على الشباك والضلمة بره عاملة زي ما يكون بحر ملهوش آخر. وفجأة دخلت عليا بنت جميلة، شعرها سايب على كتفها، وشها زي القمر، وعيونها واسعة، بس فيها حاجة غريبة كأنها بتخبي أسرار. وقفت قصادي وقالت لي بكل هدوء: ممكن أقعد؟ بصيت لها ورديت عليها آه طبعا، وعلى طول عرفتها بنفسي، وردت عليا وقالت لي: أنا ليلى. بدأنا نتكلم سوا، والوقت معاها عدى بسرعة غريبة، لدرجة إني نسيت إن في قطر بيتحرك، وما كنتش عايز الوقت يعدي. لكن فجأة سمعت صوت فرامل شديدة، ناس بتصرخ، أطفال بتعيط، صوت خبط في كل مكان. وبعدها كل حاجة قلبت ضلمة ودخان. القطر اتقلب، الحديد بيتكسر، والإزاز حوالينا زي المطر، والنار كانت حوالينا في كل مكان. لقيت نفسي ماسك إيد ليلى وبجري بيها بره، ومش عارف إزاي ربنا كتب لينا عمر جديد. ومن اللحظة دي قربنا قوي من بعض بسرعة مش طبيعية، وكأن القدر هو اللي رتب الصدفة دي. ليلى بقت بالنسبة لي أحلى حاجة في حياتي، وفكرنا نتجوز. لكن الغريب من يوم الحادثة أهلي اتغيروا. أبويا بقى ساكت دايما، وأمي عينيها كلها نظرات حزن وخوف. ولما قلت لهم إني عاوز أتجوز ليلى، البنت اللي كانت معايا في الحادثة، اتصدمت من رد فعلهم. أبويا قال لي: يا ابني، الحاجات دي محتاجة تفكير، مش كل اللي يعجبك تتجوزه. وأمي بصت لي ودمعت وقالت: مش مرتاحة يا آدم، الجوازة دي مش هتكمل. الغريب إن أهل ليلى كمان كانوا بنفس الحالة. لما قابلتهم أول مرة لاحظت إن وشوشهم كلها حزينة، كأنهم مجبورين يسلموا لي بنتهم.
وبرغم اعتراض الطرفين اتجوزنا. لكن بعد الجواز كان في حاجة مش طبيعية، محدش كان بيجي يزورنا، ولا أهلي ولا أهلها. وكل ما أسأل ليلى ليه محدش بيجي، ترد بابتسامة غامضة وتقول يمكن لسه مش متقبلين. وفي ليلة صحيت بالليل مفزوع، حلمت بالحادثة، القطر بيتقلب، صراخ، دخان، نار. كنت حاسس إني بتخنق. وفجأة شفت نفسي نايم على سرير مستشفى مربوط بأجهزة. لكن المرعب إني لما صحيت حكيت لليلى، وكان ردها أنا كمان شفت نفس الحلم. بقينا نشوف نفس الكوابيس في نفس الليلة، كأن أرواحنا مربوطة ببعض، كأن الحادثة لسه بتطاردنا. وابتديت أشوف حاجات غريبة، باب الأوضة يتقفل علينا لوحده من غير سبب، الأطباق تقع وتتكسر في المطبخ من غير ما حد يلمسها، الصور بتاعتنا اللي على الحيطة وشوشنا فيها بدأت تبان مشوهة. وفي مرة ببص في المراية لقيت واحد واقف ورايا ملفوف بشاش أبيض زي ما يكون ميت في كفن. ولما بصيت ورايا مفيش حاجة. بدأت أخاف من ليلى نفسها. أوقات كنت أشوفها قاعدة في الضلمة، وشها كله جروح، عينيها كلها سودة، ولما نادي عليها فجأة تبقى طبيعية وتبتسم ابتسامة باردة. كنت بشوف ظل أسود بيعدي بسرعة على الحيطة، وبالليل أسمع أصوات خطوات جوه الشقة. ومرة صحيت من النوم شفت نفسي في المراية وأنا قاعد في القطر. أنا ابتديت أترعب، قلت لليلى إني بسمع أصوات غريبة بالليل وفي حاجات غريبة بتحصل. لكن ليلى ابتسمت ابتسامة هادية وقالت لي أنا جنبك، ما تخافش. الخوف كبر جوايا، بدأت أحس إني بعيش في كابوس. بس برغم كل ده ما كنتش قادر أبعد عن ليلى، كنت حاسس إنها جزء مني. وفي ليلة صحيت على صوت صرخة، جريت بسرعة على ليلى، كانت واقعة على الأرض جسمها بيتشنج. مسكت إيديها وفجأة حسيت بكهرباء قوية بتجري في جسمي كله، كهرباء بتسحب روحي. صرخت، وقعت على الأرض والدنيا اسودت. ولما فتحت عيني لقيت نفسي على سرير في مستشفى، وأجهزة حواليا ودكاترة واقفين. أمي قاعدة جنبي بتعيط وتقول الحمد لله فقت يا آدم من الغيبوبة، أول مرة تفتح عينك من 5 شهور. أنا اتصدمت، غيبوبة؟ دكتور بصلي وقال حمد لله على السلامة يا بطل. وسألته بسرعة عن ليلى، ورد عليا وقال انتم الاتنين كنتم ماسكين ايد بعض، مش عاوزين تسيبوها. هي كمان دخلت في غيبوبة زيك، لكنها لسه ما فاقتش. أنا اتصدمت من الخبر. يعني إيه؟ كل اللي عشته معاها كان ما بين السما والأرض، لكن جوه قلبي كنت عارف إنها لسه هناك مستنياني. رفضت أسيب المستشفى، قعدت جنبها أيام، أسابيع، كل يوم أمسك إيديها وأحكي لها عن اللي عشناه، عن الرعب اللي واجهناه سوا، عن الحلم اللي ربطنا. وفي يوم إيديها اتحركت، فتحت عينيها، بصت لي بنفس النظرة، ودمعت وقالت بصوت منبوح آدم أنت كنت معايا. ساعتها بس عرفت إننا كنا عايشين نفس الرحلة في عالم بين السماء والأرض. ولما قامت الدنيا اتغيرت، أهلي وأهلها اتجمعوا، والدموع اتحولت لفرحة، وكأن الحزن كله كان مجرد اختبار. وفي الآخر اتجوزنا، لكن المرة دي بموافقة الأهل.
لكن أنا وهي بس عارفين إن البداية الحقيقية ما كانتش في الدنيا، كانت هناك بين السما والأرض. الرجاء الإعجاب والاشتراك بالقناة، هذا يساعدنا على تقديم كل ما هو جديد.